ما تقلوش في الزياره، خليكي خفيفه. ليه تروحي الواحده لسه والده والجرح مبهدلها وتقعدي عندها ساعتين ثلاثه؟ بلاش استظراف وشغل اللطافه بتاع هو انت لسه في التاسع ولا نسوا البيبي في بطنك. بطن الوالده ما بتنزلش في 24 ساعه يا لذيذه يا سكر. انت جو بقى هو انت لسه شفتي حاجه؟ وده انت هتنسي اليوم اللي كنت بتنامي فيه وهتبقي قد الدبه القطبيه في موسم الشتاء. كل ده اللي تزق. التدخل الاوفر في تفاصيل البيبي مش حلو خالص، خصوصا لو علاقتك بالام سطحيه. بلاش انتقادات، ممكن تنصحيها بطريقه ما تحسسيهاش بيها ان هي حمار. ايه الوحاشه دي؟ هو طالع اصلا لمين؟ انت حلوه، هو طالع شبه مين؟ عوضيها بقى في البيبي اللي جاي. تعوضها ازاي يا حيلتها؟ بلاش تخلي مصطفى ابنك يبوس البيبي اللي لسه ما كملش 3 ساعات من بق الله يبارك لك، ولا يشده من دراعه وتضحكي كده وتقولي اصله بيحب الاطفال. خلي ابنك مصطفى يمرمط اخته وقولي له سيب اللحمه الحمراء دي في حالها. بلاش استظراف في موضوع الاسم. انت سميتوه كده ليه؟ الكلام ده كله تزلطيه وتقفلي بقك وما تقوليهوش. قولي اللهم بارك وخلاص. هو ماله البيبي صغير كده ليه؟ هو ماله اصفر كده ليه؟ هو مش ملظلظ ليه؟ هو اقرع ليه؟ التساؤلات دي كلها ان دلت فتدل على معيار عالي جدا من الجليطه تفوق كل التوقعات. ساعتها بقى قولي اللهم بارك وادعي لهم بارك الله لكم في الموهوب وشكرتم الواهب وبلغ أشده ورزقكم بره وجعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم.